نعيم بيار. كلكم غتكونوا متفقين معايا باللي هذا هو جندي الخفاء اللي ما كيهضر عليه حتى شي واحد في المنتخب، اللعاب اللي تبارك الله قطع الماء والضوء على فرنسا والارجنتين. يا بايار فنان ديال الكره، برافو بايار، برافو بايار، عطل الهجمه الارجنتين. ولكن واش عارفين الخوت باللي ماشي بزاف هادي نعيم كان اساسي مع منتخب فرنسا ودا معاهم حتى بطولات اوروبا لاقل من 17 سنه، ولعب مع نجوم فرنسيين كبار بحال ديسيري دوي وزاير امري ولعاب اخرين كبار. La double nationalité sportive. Ouais, c'est ça. Alors, donc tes deux parents sont marocains. Bah, j'étais français, mais dans ma famille, on parle arabe, on supporte le Maroc, donc voilà. اليوم غتعرفوا القصه والمشوار اللي داز منه اكثر لعاب هادي وكيدير خدمه كبيره في المنتخب، وشنو هو السبب اللي خلاه يسمح فرنسا ويختار المغرب ديريكت، وغتفاجئوا الخوت فاش غتعرفوا الفرقه اللي كيلعب فيها حاليا. Comme si j'étais en toi, je t'ai toujours dit. Toi, tu m'as Ça me fait chaud au cœur. ب 23 فبراير من عام 2005 غيتزاد نعيم في مدينة رينس الفرنسية من الأم إيناس والأب نجيب، اللي خلاو العائلة ديالهم اللي كتنحدر من أحد الدواوير في سيدي قاسم كاملين فخورين وفرحانين بيهم. فرحانين كل شيء، هشام بيار والحاج بيار وحبيبه كنتمنوا الطفل كاملين. واش ليك هاد الفرحه اللي فرحنا البارح ما نعسناش حتى 4 الصباح وحنا فايقين. والقصه والحب نعيم بالكره غيبداو في سن مبكره، وبدات علاقته بالكره غير من الشوارع د المدينه، وفاش غيشوف نجيب الحب والتعلق الكبير اللي عند ولده بالكره غيشدو من يديه وغيديه باش يبدا يتدرب مع واحد الفريق صغير كاين تماك في المدينه سميتو اوساسيون ديك خواغوش، بدا سجلو تماك في 2011 والعمر ديالو يلاه 6 سنين. نعيم غيلعب وغيتريني مع هذا الفريق لمده عام واحد، ومن بعد في 2012 غينتقل لاكاديميه فريق سبورتين كلوب تينكو اللي كاين نيت في احد احياء مدينه تورينس، واللي بالمناسبه هذا الفريق الخوت على الانتهاء ديالو والافلاس ديالو في 2019. المهم بيار مع هذا الفريق هنا فين غيبدا يتعلم الاساسيات ديال الكره وغتبدا تبان الموهبه ديالو، وغيكون من بين اكثر اللعابه المتالقين في الفريق، الشيء اللي غيجذب ليه اعين بزاف ديال الكشافه ومنقبي الانديه الفرنسيه، واللي غيكون بينهم منقبي اكبر فريق كاين في المدينه ديالو فريق ستاد رينس، واللي ملي شافوه كشافي نادي رينس وكيفاش هادئ في اللعب ديالو وباين عنده مستقبل كبير، قرروا انهم يخطفوه ديريكت لاكاديميه ستاد رين عام 2014 وهو في العمر ديالو يلاه 9 سنين. هاد الخطوه الخوت غتكون خطوه كبيره ومهمه في مشوار اللاعب، بحيث اخيرا جا البلاصه فين غيتعلم وغيتكون على اعلى المستويات. وبلا ما نهضر لكم على جوده تكوين هاد اكاديميه ستاد رين وشحال النجوم الكبار اللي خرجت، واللي اخرهم هو ايكيتيكي اللي تباع ب 90 مليون، وحتى المغربي امير ريتشاردسون ولعابه اخرين. المهم نعيم مع ستاد رينس غيبدا التكوين ديالو غيبدا يشارك مع فريق الشباب في بزاف ديال البطولات الفرنسيه، وغيكون من المواهب اللي باين عندهم مستقبل كبير، والمدربين والمؤطرين تماك كاملين كانوا كيهضروا على الانضباط ديالو في التدريب والجديه اللي كان كيخدم بها. qui est en train de s'imposer dans le groupe 2, qui est très performant aussi aux entraînements et aujourd'hui voilà la fierté de le voir en équipe de France et la fierté de le voir signer son premier contrat pro. Voilà. المهم نعيم غيبقى يتطور وكيتسلق مراتب الفئات السنيه فريق رينس حتى غنوصلوا لعام 2022، وهنا فين غيتم الاستدعاء ديالو للمنتخب الفرنسي الاقل من 17 سنه المشارك في بطوله اوروبا، البطوله اللي شاركوا فيها نجوم كبار بحال ديسيري دوي وزاير امري ونجوم اخرين، وبيار كان من نجوم المنتخب الفرنسي في ديك البطوله وكان ديما كيلعب اساسي، وقدر انه في النهايه يتوج مع المنتخب الفرنسي بديك البطوله من بعد ما ربحوا البرتغال. وكملاحظه الخوت في هذا الوقت بيار كان كيلعب في مركز وسط ميدان دفاعي يعني كاسور، وكان كيلعب حتى جناح ايسر، هادشي اللي كيبين دابا مزيان علاش هو كيعرف يراوغ مع المنتخب وكيعرف يلعب برجليه مزيان. المهم بيار بعد ما دا اليورو مع فرنسا ورجع لفرقته ستاد رينس، رجع لعاب اخر، لعاب شافوا لي كاليتي ديالو بزاف الفراقي وبزاف منهم حاطين عليه العين، وابرز هذا الفراقي كان فريق بي اس جي وانتر ميلانو بولونيا الايطاليين. المهم مسؤولي ستاد رينس ملي غيشوفوا هادشي غيقرروا انهم يحميو اللعاب وغيسينيو معاه اول كونطرا احترافيه في المسيره ديالو عام 2022. هاد اللحظه الخوت كانت استثنائيه وتاريخيه بالنسبه لبيار، وخاصه الاب ديالو اللي قاسى معاه بزاف، والحلم ديالو من ديما كان هو يشوف ولده في هذا المستوى. C'est comme si j'étais en toi, quoi. Ouais, c'est comme si j'étais en toi, je t'ai toujours dit. Toi, tu m'as dit Ça me fait chaud au cœur.
بيار الخوت دابا رسميا ولا لعاب محترف، يعني كان كيشوف راسو خصو دابا يلعب في اعلى المستويات ويزيد يطور راسو، واهم حاجه هي يدير بلاصتو اولا على الاقل ياخذ الفرصه ديالو باش يلعب مع الفريق الاول ستاد رانس اللي كيمارس في القسم الاول ليغ 1. ولكن بحكم المنافسه الكبيره وعدم اتقاد المدرب وحتى النتائج اللي ما كانتش مزيانه، يعني المدرب ما كانش عنده هامش الخطا وخايف يجرب شاب بحال بيار اللي مازال ما كملش حتى 18 عام، خايف يجربه في مركز حساس بحال وسط ميدان دفاعي، وهادشي اللي غيخلي بيار ما يلعبش مع الفريق الاول درانس وما ياخدش حتى الفرصه ديالو في التواجد مع الفريق. فداكشي علاش غيقرر انه يغير الوجهه وياخد تجربه جديده، والوجهه كانت هي نادي بولونيا اللي تعاقدوا معاه في صيف 2023 على سبيل الاعاره مع خيار الشراء. المهم بيار وصل لنادي جديد وبيئه جديده، ولكن الهدف كان واضح، هو التألق ويحاول يلقى بلاصتو مع الفريق الاول. وفعلا غيبدا الموسم الاول ديالو مع فريق الشباب بولونيا اللي كيتسموا بالبريمافيرا، ومع هذا الفريق غيتألق وغيبين مستوى كبير بزاف، بحيث غيماركي معاهم 6 ديال البيوت وغيعطي 6 ديال التمريرات الحاسمه، وغيكون في داك الموسم من افضل 3 ديال اللعابه في الفرقه. هذا الاداء الكبير غيخلي مسؤولي بولونيا يشوفوا فيه مشروع لعاب المستقبل، وغيقرروا انهم يشريوا العقد ديالو رسميا مع عند نادي ستاد رانس. وفي البدايه هذا الموسم غيبدا نعيم يستدعيه تياغو موتا مدرب الفريق الاول، وغيبدا يستدعيه باش يتدرب مع الفريق الاول د بولونيا وغيلعب معاهم ماتش واحد رسمي، وموراها مباشره مسؤولين النادي غيقرروا اعاره اللاعب لنادي كالسياو فوغيا اللي كيلعب في الدرجه الثالثه الايطاليه. والهدف د هذه الاعاره كان باين الخوت، هو انه يحتك وياخذ خبره ومن بعد يرجعوه للفريق الاول في بدايه الموسم القادم. ولكن كنظن بان الاعاره ديالو ما غتطولش، خاصه فاش غيشوفوا مسؤولي بولونيا العجب العجاب والمستويات الكبيره اللي كيقدم نعيم بيار مع المنتخب المغربي في كاس العالم، وكيفاش كان كيخرج بالكره وسط الضغط بكل هدوء وثقه، وكيفاش كيلعب اغريسيف وكيقطع الكواري، وشحال من مره كيغطي على اللعاب معمر في الجهه اليمنى، شي اللي كيبين النضج التكتيكي الكبير اللي عنده. اللعاب اللي نقدروا نقولوا الرسميه ديالو جات المنتخب غير بالصدفه، بحيث الا تفرجتوا في الاول في كاس العالم فراه في الاول ما كانش كيلعب اساسي كاع، وكان القائد الصادق هو اللي كيلعب في بلاصتو وسط ميدان دفاعي، وبلاصه الصادق كان كيلعب من الاول سعد الحداد 10 كصانع العاب. ولكن ملي تصاب القائد الصادق تحت الفرصه لبيار اللي بدا من الماتش د المكسيك هو اساسي وبقى هكاك حتى الماتش د الفينال، ونقدروا نقولوا هو القطعه الناقصه اللي كانت عند المنتخب اللي ملي لقاها وهبي ما طلقش منها. ومشوار بيار مع المنتخب الفرنسي غيسالي في فئه اقل من 18 سنه، بحيث مباشرة بعد ما غيستدعيه وهبي لأول مرة في سبتمبر من عام 2023 باش يكون مع المنتخب المغربي الأقل من 20 سنة. اللاعب بيار ما ترددش وقرر أنه يمثل المنتخب المغربي. Alors, parce que tu as quand même la double nationalité sportive. Ouais, c'est ça. Alors, donc tes 2 parents sont marocains. Et c'est d'où du coup la nationalité française? C'est de moi parce qu'ils sont venus en France quand ils étaient petits. Et du coup, j'étais français, mais dans ma famille, on parle arabe, on supporte le Maroc. Donc voilà. Alors, comment tu as fait pour choisir le Maroc justement? Avant, j'étais avec la France. Et après, c'était un choix. Catégorie? En U17, j'ai fait U16, U17, U18. C'était un choix assez facile parce que je savais que j'allais le faire. J'allais juste trouver le bon moment. Et sinon, alhamdoulilah, c'est... ولعب معاهم أول مرة 2 ماتشات ودية ضد بلجيكا، ومن تماك هو مع منتخب وهبي حتى لدابا. واللي نتمناه هو اننا نشوفوه اولا مع شي فرقه مزيانه، وثانيا اللي ما لا نشوفوه مع منتخب الركراكي، خاصه في اللحظات اللي غنكونوا فيهم رابحين والمنتخب الخصم مكبوب علينا وداير علينا الضغط. في هاد اللحظات بيار غيكون فعال وغيعاوننا بزاف في المنتخب. المهم الخوت كانت هذه القصه بيار اللي نتمناو ليه كل التوفيق ان شاء الله. ولا وصلتي لنا بغيتك تكتب لي السميه ديال اللاعب اللي بغيتي ندير القصه ديالو وانا غنحاول نديرها ان شاء الله. كان معكم فريد، مبروك علينا الكاس.